مساء الخير يا بنات، عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده ان شاء الله ميعادنا مع مشتريات شهر واحد لسنة 2019. طبعا زي ما قلت لكم الشهر اللي فات انا فعلا ما كنتش ناوي ان انا اجيب حاجة تاني شهر واحد، بس للاسف طبعا الشتاء. يعني انا اليوم اللي انتوا شفتوني فيه عملت الفيديو انا ما نزلتش فيه، بجد ما نزلتش فيه تاني. ما رحتش السوق ولا جبت اي حاجه. الا حاجات يعني بسيطه، اللي هي مثلا لحوم فراخ. انما حاجات زي كده، حاجه البقاله ديت، لا انا ما جبتش منها اي حاجه الحمد لله. حاجه كفتني لحد لما خلصت يعني. فطبعا اضطريت ان انا لازم انزل علشان اجيب حاجات تاني، علشان نبدأ بيها الشهر او نكمل بيها الشهر كده يعني. فنقول بقى بسم الله ونبدأ. مبدئيا كل المشتريات من فتح الله. اول حاجه جبتها، جبت لبن فتح الله دوت. طبعا والله العظيم اقسم بالله بجد تحفه. احلى من ميرو بمراحل، يعني انا ميرو اتعقدت منه يعني. اخر مثلا اخر مرتين جبتهم، جبته فيه ما كانش بي ما كانش بي بيدوب بسرعة، وكان غتت في الشغل شوية. فلما جربت ده بصراحة حبيته قوي. ده انا كنت جايباه الشهر اللي فات كان عامل 25 جنيه، الشهر دوت بقى ب27. الحاجة غليت بطريقة باينة 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 بجد. جبت شعرية المطبخ، كانت عاملة 3.5، جبت منها 2 على اللي عندي والحمد لله. آم، في مكرونة المطبخ النوع دوت الصغنطوطة ديت كانت كلها خلصت، فجبت منها حوا. قلت يعني اغير. فجبت حوا، جبت منها 3. جبت كمان شوربة خضار بسمة. انا مش من هواة ان انا مش من بصراحة مش من هواة ان انا اشرب شوربة خضار، بس هي شكلها كده من بره مع الكرفس اللي فيها عجبني، لان اصلا شوربة الخضار عامة لما بتحط لها كرفس بتبقى طعمها حلو. فشدتني بصراحة، فقلت لا انا لازم اجيب اعملها كده في مرة. ف... فجبتها وقلت ايه، اعملها ان شاء الله في مرة. جبت كمان ملوخية فروتسي. دورت على جيفريكس بس للاسف ما لقيتش. فطبعا هي حلوه، وزي ما قلت لكم هي فعلا حلوه حلوه حلوه. بس انا لما بستخدم حاجه وتبقى حلوه معايا وما لقاهاش واستخدم حاجه تانية بحن لها تاني يعني. فانا جبت فروتسي مؤقتا. حتى كمان دول كانوا تقريبا اخر 2 فجبتهم. كان في انواع تانية بقى اللي هي بتاعت امريكانا ومش عارفة ايه وبسمة. فجبت اخر 2. جبت كمان ريتش بيك ديت، بقسماط. ديت دي بقسماط دوت. بصراحة مش عارفة بكام، ابقى اشوفه لكم كده في الفاتورة. جبت كمان زبادي. الزبادي من الحاجات اللي غليت جدا جدا جدا، هي واللبن. عرض اللبنيتا ده كان عامل 12 جنيه، بس العرض اللي انا كنت جايباه الشهر اللي فات 12 ب21 جنيه، دلوقتي بقوا الستة ب21 جنيه للأسف. فلبنيتا برضو مش وحشة. فجبت منها العرض ده 5 عليه واحد هدية، فواحد مجانا. ف... فجبته. جبت كمان الأكياس الحرارية ديت. عاوزة اقول لكم ان هي بقت صديقتي الصدوقة في المطبخ، يعني ما شاء الله عليها. فراخ تلاقي، لحمة تلاقي. يعني في كل حاجة شغالة حلوة يعني، لا جميلة جميلة. فجبت منها المقاس ده، وجبت منها المقاس ده أكبر طبعا. ف... فده كانت في منهم واحد عامل 11، وفي منهم واحد عامل 9. في منهم واحد في 2، لا ده في 3، وده في 2 اهو. فجميلة بصراحة يعني، بنصحكم بيها، بالذات للناس اللي ما بتحبش تغسل مواعين. جبت الجوانتيات ديت او الكلافزات ديت كانت عامل 4 جنيه، مش غالي يعني. فطبعا انتوا عارفين بستخدمه وقت التصوير. ف... فطبعا كان لازم ان انا اجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. جبت كمان كويك. كويك يا حبيبتي. انا لما استخدمتها الشهر اللي فات عايزه اقول لكم تحفه تحفه تحفه. طعمها جميل. عايزه اقول لكم ان هي والله العظيم بجد يعني ما قعدتش معايا اسبوع، يعني كانت خلصانه.
مع ان هي اقل من الكيلو ب100 جرام بس مش اكتر. بس هي 900 جرام. فلقيتها بنفس العرض بتاع الشهر اللي فات، فما ترددتش بصراحة ان انا ما اجيبهاش، لا انا هجيبها. فجبتها وكانت عاملة 44 جنيه ونص تقريبا زي الشهر اللي فات. بسم الله الرحمن الرحيم. جبت كمان مخلل التحرير حبيبي. مخلل ده تحفة يا جماعة. بجد. كل حاجة فيه كده حتى ميته ما تتسابش. فده كيس كان عامل 5 جنيه، فجبت 2 يقضوا الغرض كده لحد لما ان شاء الله اروح تاني او اجيب تاني. في طبعا منه خيار كده صغنطوط كده، بس انا بصراحة مش ولاقي ليه قوي. جبت كمان او بابا جاب لنا كمان رز الساعة. رز الساعة عايزة اقول لكم ان هو غلب بغباء. يعني الكيلو دلوقتي بقى عامل 15 جنيه، فاحنا جبنا 3 وفي كيس اتفتح. ف... فغليوا بطريقة غبية. جبت بقى للفطار او للعشاء او للجوع بين الوجبات، جبت لانشون حلواني. دول شويه دول ب20 جنيه، معرفش هما كام جرام لان انا جايباهم من لبانه عندنا، ما رضيتش اجيبهم من فتح الله. مع انك كانوا عاملين عليه عرض، مش عارفه انا استغربت وما جبتش. جبت ربع جبنه تركي او ربع رومي. كان عامل 24 جنيه. وجبت ربع بسطرمه مخليه. آه، مش عارفه تقريبا عامل 35 او اكتر شويه. ف... فدول يعني ايه، هيقعدوا معانا حبة حلوين يعني. جبت ايه تاني. جبت سماق. السماق ده من الحاجات اللي انا كان نفسي ادوقها. يعني انا سمعت ان هو حلو مع البصل، حلو مع السلطات. فانا جبت بأقل حاجة، اقل حاجة كانوا 33 جرام وكان ب3 جنيه. ف... فقلت يعني ايه اجربه. جبت كمان سيجنال. المعجون عندي خلص. ف... فجبت واحد، دي عبوة كبيرة عاملة 18 جنيه. جبت كمان لومي. اللومي ده بيستخدم للكبسة، للفراخ، لحاجات كده. فالشوية دول كانوا تقريبا كام اهو 80 جرام كانوا ب3 جنيه. الحاجة برضو اللي كنت عايزة اجيبها برضو محتاجاها. مشروم دو الطبق دوت كان عامل 18 جنيه. انا مش عارفة هو مكتوب وزنه ولا لأ. لا مش مكتوب، هو مكتوب بس السعر. انا حبيت، انا كنت بلاقيه الاول بس كنت بلاقيه كبير كده وشكله يخوف. فلما لقيته صغنطوط كده فما ترددتش ان انا ما اجيبهوش بصراحة. فجبته لاني محتاجاه كمان. جبت كمان من الحاجات اللي انا كنت برضو محتاجاها وفرحت لما لقيتها. الجلاش. فلقيته طازة طري كده. اللفة منه كانت ب7 جنيه، يعني هو كمان طري كمان في ايدي. فجبت لفتين. من الحاجات برضو الحلوة اللي فرحت برضو لما لقيتها الكنافة. زي ما قلت لكم اول لما لقيتها فجبتها على طول، فكان نفسي فيها بصراحة يعني. فهي ما شاء الله طازة، يعني هي كمان نشفت كمان من الجو، يعني من الجو الساقع اللي احنا فيه. بس انا لما مسكتها هناك كانت طرية عن كده كمان. جبت كمان عدس بجبة. العدس بجبة كان خلصان عندي بقاله فترة. ف... فلما صدقت بصراحة لقيته، انا بحب اجيبه من فتح الله لان الحباية بتاعته كده بتبقى حلوة يعني. الشوية دول كانوا عاملين 640 جرام وكانوا ب9 جنيه. فجبت منه 2. جبت ده واللي هناك ده. جبت كمان الدقيق كان طبعا خلصان برضو من عندي. تقريبا ما عنديش كيلو او ما عنديش الا كيلو او اقل من كيلو كمان. ف فايف ستارز ما كنتش فايف ستار ما لقيتش منه يعني. جبت الماركة ديت كانت عاملة 9 جنيه. فهي ارخص من فايف ستار بجنيه. هو طبعا لجميع الاغراض زي ما انتم شايفين، فلا بأس يعني.
يقضي الغرض لحد لما اجيب اللي انا متعودت عليه او اللي انا اتعودت عليه خلاص. جبت كمان الحاجه اللي كنت نفسي فيها، بس انا ما بقدرش اكلها، ما بقدرش اكلها بجد، علشان مش مع ان انا بحبها جدا. بس اول لما باكلها قلبي بيوجعني مش عارفه ليه. جبنه قديمه. دول كانوا بسم الله الرحمن الرحيم. دول كانوا، استنوا كده عشان اشوف في الكاميرا احسن. 274 جرام. كانوا عاملين 8 جنيه 22 قرش. ف... فديت بقى إيه، اليوم مثلا مفيش اكل، عايزين حاجة سريعة، جوعنا مثلا بين الاكلات، فطبعا انتوا عارفين جوع الشتاء فظيع. فحبيت ان انا اجيبها بما انها اصلا بقالها كتير قوي ما دخلتش بيتنا. جبت كمان زيت من شركة الكابتن، زيت الترمس. زيت الترمس جبته ليه؟ لان انا حاسه ان انا ايدي اغمقت عن الاول يعني. يعني انتوا لو تشوفوا الفيديوهات القديمه لون ايدي ما كانش كده. فطبعا من الغسيل المواني الكتير ومش عارفه ايه والشغل وبتاع، مع ان انا بنزلش في شمس خالص. فحبيت ان انا اجيبه. هو حلو جدا يا بنات، بيفتح الايد جدا جدا جدا. الايد، البشرة، اي منطقة عندك مغمقة هو بيفتحها ما شاء الله. يعني الزيت ده محترم 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 في التفتيح. فلو انت عايزة حاجة طبيعية يبقى زيت الترمس. جبت كمان لشعري، جبت زيت البصل. طبعا زيت البصل تحفة 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 في تطويل الشعر طبعا. لان في اصلا وصفات بالبصل للشعر، فكان احسن حاجة. طبعا انا مش هحط بصل على شعري يعني، مش هحب ان انا اعمل مجازفة زي دي. فجبت اول لما لقيته فجبت منه. ديت كانت عاملة 8 ونص، وزيت الترمس كان عامل 8 جنيه. شركة الكابتن شركة لا بأس بيها يعني. في أصالة حلوة، بس ديت برضو مش وحشة، حلوة. جبت كمان جبت كمان قرفة. قرفة عيدان شوية. دول كانوا ايه، استنى ابص في الكاميرا احسن. كانوا 52 جرام. كانوا عاملين 7 جنيه و80 قرش. ف فانا من الحاجات اللي انا كان نفسي ان انا اجيبها بصراحة. وجبتها اول لما لقيتها، لانها كان قليل اول لما بلاقيها بصراحة. جبت كمان سلامي. بس السلامي المرة دي جبته من بقالة فتح الله. فده كان عامل ربع وشوية، كان عامل لا أقل من ربع. أقل من ربع كمان، كان عامل 31 جنيه 32 قرش. فهو بصراحة شكله وريحته أحلى من اللي أنا كنت جايباه في حلواني. حلواني حسيت لما أنا حطيته في النار هو كان طعمه حلو وكل حاجة، بس كان ناشف شوية، مش زي ما احنا مثلا ما بنجيب بيتزا سلامي من بره. فالسلامي بيبقى ليه طعم كده طري كده، وانا كمان ما كانش المفروض ان انا اجيبه مدخن. ف فده كان احسن يعني. صاحبتي طبعا حبيبتي نصحتني بيه. جبت كمان بسم الله الرحمن الرحيم. آه، جبت صلصة مش صلصة، هريسة الشطة من دورة. انا طبعا بقالي كتير جدا ما رحتش السوق، فعلشان ما رحتش السوق فما بجيبش فلفل احمر علشان اعمله هريسة شطة في البيت. ف... ف... فيعني حبيت ان انا اتصرف كده لحد لما اروح السوق. فجبت البرطمان ده. اي نعم البرطمان غالي ب15 جنيه. بس يعني انا بحب يكون في البيت يعني. ف فجبته مؤقتا يعني. جبت كمان التوست دوت من ريتش بيك طبعا. انا كنت جايبه الماركه مش عارفه اسمها ايه المره اللي فاتت نسيتها. كنت جايباها ب10، انما النوع دوت الماركه ديت يعني ب12 جنيه. بس هو ما شاء الله عليه يعني طازه طازه طازه. ما شاء الله عليه، شايفين تحفه. آم، فجبت منه 2. جبت كمان كان في دريم كانت عامله عرض. كانت عاملة 3، العبوة فيها 3، يعني واحد، يعني العبوة فيها 3 في واحد يعني بمعنى صح. فجبت جبت العرض دوت كان ب8 جنيه.
جبت كمان كاكاو دريم 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 حبيبتي. جبت واحدة، لا جبت اتنين. كانت المرة اللي فاتت كانت عاملة 12 جنيه بس المرة دي كانت عاملة 12 جنيه 75 قرش، فجبت اتنين. جبت كمان قشطة. القشطة ديت كانت عاملة كام؟ كانت عاملة 12 جنيه. فانا اول مرة اجربها بصراحة، بس انا كنت جايباها يعني اللي وصفة ما، فلما لقيتها بتضحك كده قلت لا مش هسيبك. فجبتها عوضا عن القشطة اللي انا بطلعها من اللبن يعني. فلقيت ديت يعني ايه هتنجز معايا في الحلو اللي انا عايزة اعمله، فجبتها يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. جبت كمان حلاوة الأصيل ديت، كانوا عاملين عليها عرض. كان الاتنين دول عليها البتاعة الصغنطوطة، الطحينة الصغنطوطة ديت. كانت عاملة 38 جنيه. وكان في عرض تاني، واحدة كبير، لا التاني كان كبيرة. برضو كان عليها عرض، بس كانت ب35 جنيه. هي تقريبا يعني حجم الاتنين دول في واحد. بس انا جبتها ليه؟ علشان تبقى كل واحده منفصله، يعني ان انا استخدم واحده، ولو في واحده قعدت يعني تقعد مقفوله لحد لما استخدمها تاني. ومش شرط يعني ان هي علشان عليها البتاعه ديت عادي يعني، لان انا اصلا جايبه. جبت طحينه اصلا من قبلها، طحينه سايبه. سمعت كلامكم، جبت طحينه سايبه اهي. مع انها غاليه. يعني البرطمان دوت عامل 12 جنيه. مش عارفة بقى هو ربع ولا اقل، مش عارفة بصراحة. الحاجة الحلوة برضو اللي لقيتها قدامي كيك دريم دوت. كيك دريم ايه دوت ده كيك دريم ده. آم، كان ثواني كده. لا انا مالي ظلمتها كده ليه؟ كان عامل 21 جنيه. هي طبعا كيك اسفنجي شوكولاتة. الحلو فيه بقى انه هو عليه كيسين كريم شانتيه، اما كيس باين هفتحها دلوقتي اوريها لكم من جوه. عليها سواء ده او ده او الاتنين، بصراحه انا مفتحتش. هديه. هم اصلا كانوا عاملين عليها عرض ب21 جنيه. يا بلاش يعني. حلوه، بما ان انا عايزه اعمل تورتايه بصراحه، فهي دي هتنجز معايا يعني. فاستنوا كده افتحها لكم من جوه. ودي يا جماعه اخرة اللي ما يفتحش الحاجه جوه. انا فتحت ما لقيتش حاجه، انا ماليش دعوه. انا ما لقيتش حاجه فيها. ما لقيتش غير الكيس، ما لقيتش الاتنين اللي عليه ده جوه. معرفش بقى، ممكن يكون حد فتحه قبلي، لان هو اصلا كان مقطوع من هنا. يعني انا لما فتحته كان سهل ان هو يتفتح معايا. يعني اكيد حد فتح واخد الكيسين من جوه وسابها لي يعني. ف... فيلا بقى، مش مهم مش مهم، مش زعلانه. انا لان انا اصلا عندي كريمه عندي كريم شانتيه خام اللي انا بحب اجيبه، فعادي بقى عادي، بس انا برضو زعلانه. فخدوا بالكم بقى بعد كده لو في حاجه عليها حاجه هديه. لازم تفتحوها وتبصوا فيها من جوه. هي بصوا مفيش حاجه مفيش حاجه. ف ف فخدوا بالكم من حاجه زي كده يعني. الحمد لله ان هي جت عليا، مش مهم. نكمل بقى. جبت نشا دريم. نشا دريم ده حلو قوي. كان عامل 6 جنيه او 7 جنيه. يعني كورن فلاور بتاعه، لا بجد تحفة يعني. يعني انا كنت عاملة بيه لانكشاير، كان جميل جدا جدا جدا. ف فانصحكم بيه. هو اصلا الكيس جوه فيه اتنين، انا خايفة افتح الاقي واحد بس. فهو فيه اتنين، لا فيه اتنين. فجبت رودس ديت. الجبنة ديت كانت عاملة 6 جنيه، فهي حلوة قوي، حلوة 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 بجد يعني. جبت كمان بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جبت بريزيدونت. مش عارفة ليه بحب اتك على التي. ديت المرة اللي فاتت كنت انا جايباها 21 جنيه. المرة دي الحمد لله الحمد لله الحمد لله بقت عاملة 25 جنيه، 16 قطعة. فالحمد لله يعني الحمد لله. ف... فطبعا كان لازم اجيبها لان انا محتاجاها. جبت كمان، كان في عرض على صلصة هاينز. كان هو اصلا الواحدة ب10 جنيه، كانوا التلاتة ب25 جنيه. وفتح الله منزل الجنيه، يعني التلاتة ب24 جنيه. فانا بصراحة استخدامي للصلصة كتير بصراحة، مش هكدب عليكم يعني. آم،
فهم يعني ايه كانوا هينفعوني، ومعايا عندنا برطمان قديم فقشطة يعني، فهينفعوا. جبت كمان، كان نفسي فيكي قوي من زمان، بقى لي ياما قوي ماكلتش تونه. بس التونه سعرها غلي بطريقه فظيعه فظيعه بجد يا بنات، والله العظيم بجد. فانا ما بحبش المفتته، بس في الاخر بقى معلش بقى جبت واحده مفتته كده. ان هو يعني تقضي الغرض بقى وخلاص. والله مش بخل والله، بس انا قلت اوفر. حبيت اوفر يعني. فجبت واحده، لان انا اصلا برضو مش من هواتها يعني، انا اصلا اللي بتبقى ابقى نفسي فيها ومش عارفه ايه، وبعد كده لما تبقى قدامي اكلها وانا مستكبره او مستكتره حاجه زي كده. نيجي بقى هنا. جبت اندومي بطعم اللحمه، ان انا بحب اعملها بالطريقه بتاعت صاحبتنا اللي من اندونيسيا. آم، آه هو مش غلط ومش صحي يعني بص اتنين في واحد يعني. ف فهو لما هتسيبيه مفيش ضرر، ولما هتكتري منه برضو مفيش ضرر، ولما هتعدلي منه برضو مفيش ضرر. ف... فالاعتدال في كل حاجة حلو، حتى لو الحاجة مش مضرة، الاعتدال حلو. فجبت منها 4، يعني أنا جبت الواحدة ب2.5، فأنا جبت منها 4 ليه يعني عوضا يعني ايه لما ابقى جعانة كده ومبقاش عندنا أكل، فبحب أعمل واحدة أو 2 بصراحة. فبس. آه جبت كمان او اتجاب لي اتجاب لي الشامبو دوت هديه بمناسبه عيد ميلادي. شكرا يا بنت خالتي. ف ف فانا طبعا كنت معاه وعارفه السعر طبعا يعني. عايزه اقول لكم برضو ان الشامبوهات غليت بطريقه فظيعه فظيعه فظيعه. ف فترسمي بجد بجد اقسم بالله يا بنات هو اللي مطول لي شعري. يعني لو شعري مش بيقع يبقى بفضل المنتج ده، ولما شعري بيطول بيبقى بفضل المنتج ده. انا المره دي حبيت طبعا، البنت اللي واقفه رشحت لي اللي هو بجوز الهند والصبار ده، قالت لي بيعيد بناء الشعر ومش عارفه ايه، حتى هو مكتوب عليه، استنوا. مع حليب، استنوا مكتوب فين، كان مكتوب والله. خلاص انا مش هشوفه اقرا بصراحه. ف... فهو الاسود انا كنت بحبه طبعا. انا بقالي مده موقفاه ليه، علشان هو شعري اخد عليه جامد 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 يعني. ف فبسببه ما شاء الله يعني شعري اصلا طويل لحد اخر ظهري. فهو بسببه بصراحه. آم، انصحكم بيه تجربوه يعني، انتوا لو عايزين تعرفوا سعره اي خلاص هقول لكم. هو اصلا كان عامل 70 جنيه ونازل عليه عرض. كان عامل 59 جنيه. ف فسعره عن لما كان يعني بعد العرض يعني حلو. وكمان كان قرب لل80 جنيه كمان العبوة الصغنطوطة ديت. بس هي حلوة على فكرة، بتقعد كتير كتير يعني، ممكن تقعد معاكي 4 شهور. لان هو اصلا اساس اي شامبو، انك تستخدمي منه حاجات بسيطة يعني مش كتير، وان انتي تخففيه بمية، مش ان انتي تستخدميه كده على شعرك. فانتي لو استخدمتي اي شامبو عندك بالطريقة ديت هيقعد عندك فترة كبيرة، فترة لا بأس بيها. بس انا كده بقى خلصت فيديو مشتريات النهارده. عارفه ان الحاجات كتير، عارفه ان ممكن تقولي لي ايه ده كله، بس هو والله العظيم دي الحاجه اللي انا هستخدمها يعني، مش حاجه هتترمى. آه، ف فكل واحد طبعا بيجيب على قده. و... وربنا يكون في عون الناس. مش هقول ربنا يكون في عون الغلبان، لان احنا كمان غلابه، احنا مش مليونيرات يعني، ولا الكلام ده. ف... فالحمد لله يعني. انا كده خلصت يا بنات فيديو النهارده. لو انت بقى اول مره بتشوفي قناتي ما تنسيش الاشتراك فيها واللايك والشير، ولو انت مشتركه عندي بالفعل ما تنسيش اللايك والشير والدعوه الحلوه كالعاده. اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.